السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد. أعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. حبايبي نبدأ كده بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هعمل لكم النهاردة ان شاء الله صينية سمك بلطي في الفرن. السمك ده نضفته غسلته ونضفته ما شاء الله، ونقعته في مية بملح وليمون، وحتى فيه توم من جوه عشان نحيقه، وشقينه تنظيفه ما شاء الله عليه. طبعا المكونات عبارة عن ايه: توم مهروس، حط عليه ملح وكمون وملح وكمون، طبعا ده اساسي في السمك. وجزرة، دي جزرتين هنحطهم في القعر، يعني دي الاختيار عشان بس ما يلزقش السمك مننا في الصينية. ودول طماطمتين. والخلطة دي عبارة عن ايه بقى: بصلة مقطعاها، وفلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر وليمون، ودي كزبرة خضراء. كل المكونات دي هنحطها على بعض دلوقتي في البولة. نجيب البولة نحط فيها المكونات دي اللي هو الفلفل على بعضه والطماطم اهي هنحطها برضو. وهنحط ايه تاني؟ لا، الجزر هنحط طبعا في الكزبرة. الكزبرة دي بتديها طعم جميل قوي وريحة حلوة جدا. بصوا حبايبي، والثوم برضو هنحطه اهو. هناخد اول ما شوية ملح اهو، معلقة صغيرة، طبعا الملح حسب الرغبة. وهناخد كمون برضو على الخلطة اهي معلقة. كمان احنا هنحط على السمك دلوقتي اهي معلقتين صغيرين اهو. وطبعا الثوم دي معلش عشان دي كله كده هنا اهو توم. اللهم صل على سيدنا محمد. حط برضو على السمك شوية توم برضو عشان السمك ده بيحب التوم. السمك بيبقى جميل بالتوم. برضو احنا حاطينه ايوه في ميه وملح وليمون وكل حاجه، بس برضو بنحط عليه حبه ايه اهو، نتبله كويس. الجو حر قوي، ربنا يرحمنا برحمته اليومين دول. جو حر فظيع، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. نحط كمون اهو. الكمون ما شاء الله، يعني ايه، السمك بيحب الكمون. نحط برضو حبه ملح تاني عشان نبقى نحياه كله كويس ما شاء الله. نيجي بقى لايه، نعمل سيدنا محمد. الليمون برضو هنعصره على الخلطة اللي هي عبارة عن بصل وفلفل الوان وطماطم وكزبرة خضراء وملح وكمون. نحط بقى الليمون اهو، ونعصر 3 ليمونات حلوين كده نعصرهم. معلش الإضاءة، معلش هنا في المطبخ صعبة قوي، فسامحوني على الإضاءة يعني. ربنا يسهل كده، والواحد يجيب بقى اللي هو البتاع اللي بيتحط في الموبايل ده، اسمه ايه، لايت ده نجيبه ونعرض نحط في الموبايل حتى يريحني، لان انا بصور بايد وبعمل بايد. ونجيبه بقى باللي هو اللمبة بتاعته ده. ربنا المستعان يعني. بس لما نتفعل القناة ان شاء الله. القناة بقالها 2 سنين ما اتفعلتش، وربنا المعين وربنا المستعان. وبرضو نعصر التانيين اهو نعصر النص ده على السمك برضو عشان نحيي، وعلى الجزر اهو عشان برضو ايه نتبل الجزر برضو بملح، لان هيتحط برضو في القعر. طبعا احنا غاسلين ايدينا كويس وخلينا زي الفل. هنتبل كله كده، نقلبه كله ببعضه. التوم بقى مع الطماطم مع البصل مع الكزبرة الخضراء
مع الفلفل الالوان ما شاء الله بتبقى تحفه. نحط بقى ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، زيت اهو. هنحط زيت، شويه زيت كده، وهنحط برضو ايه فوق الوش. نشيل بس الحاجات دي كده من حوالينا بقى، خلاص مش عايزينها تاني، نشيلها عشان نوسع لنفسنا. يا اسفة على الصوت المزعج ده. نجيب بقى الصينية بتاعتنا، نحط فيها برضو حبة زيت اهي، حبة زيت برضو في القعر حلوين. اللهم صل على سيدنا محمد. ونروح بقى حاطين الجزر، نحط الجزر في القعر عشان ايه، في قعر الصينية عشان يحمي الخلطة ما تلزقش في الصينية. ممكن نحط بطاطس برضو، اللي عايز يحط بطاطس يحط، دي حاجات اختيارية كلها، اللي عايز كله ده ايه براحته. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بقى الخلطة اهي بتاعتنا، اللهم صل على النبي. حاجة جميلة جدا، تعملوها بألف هنا وشفا لولادكم يا رب، تاكلوها بألف هنا وشفا وتعملوها. اللهم صل على النبي. نفرشها كده في الصينية، ونجيب السمك بتاعنا، نحط برضو حبة من فوق السمك اهو. السمك اهو طبعا احنا متبلينه من جوه، حاطين فيه توم. اللهم صل على النبي. نحط كده واضحة كده، واضح مش عارفة الكاميرا مالها كده النهاردة. بسم الله ما شاء الله اهو. ايه رأيكم؟ فاضل واحدة نحطوها فين، نحطوها في الجنب، نحطوها هنا كده. الحمد لله ما شاء الله، دول كيلو ونص سمك عملوا كام، 5 سمكات حلوين اوي فضل من ربنا اهو. ايه رأيكم؟ نجيب بقى اللي هو الباقي الخلطة، نحطها بقى كده عليه، نرشها كلها عليها، تبقى جميلة ما شاء الله، وطعمها بيبقى تحفة. الله أكبر. ايه رأيكم بقى في الألوان دي؟ ايه رأيكم؟ بسم الله ما شاء الله جميلة. هطلعها بقى ان شاء الله، هعملها بقى، نحط برضو في الوش كده شوية زيت. هطلع، هي دي الازازة دي خلصت، هطلع ازازة احط عليها شوية برضو، وبعد ما تستوي بقى اوريها لكم ان شاء الله. نشيل بس الحاجات دي برضو اهي. ايه رأيكم؟ جميلة الله اكبر اهي، شايفين ما شاء الله جميلة. لما تطلع بقى بإذن الله هوريها لكم، انتظروني ان شاء الله لما تطلع من الفرن.